خلاصة تجربة الشغل في ديدي واندرايف في آخر شهرين بالنسبة لي وتجربتي الشخصية. وده ملخص الأحداث بقى هقولها كده للناس اللي عايزة تستوعب طبيعة الشغل دلوقتي عاملة ازاي والوضع الحالي اللي احنا بقينا فيه. مبدئيا دلوقتي الشغل بقى على ديدي واندرايف كله محصل بعضه، الاتنين زي بعض. أنا جيت من حوالي أسبوع أو 10 أيام مسحت تطبيق اندرايف خالص وطلبت من الناس إن هي تمسح التطبيق ده على الأقل لمدة 3 أيام عشان الشركة يحصل لها خلل وتظبط اسعارها وتعرف ان هي عندها حاجه غلط. لكن محدش استجاب للموضوع ده، والناس ما قدرتش تستغنى عن ان هي تحذف التطبيق حتى لمده 3 ايام. وقلت بعد كده نزله عادي واشتغل، بس على الاقل اثبت موقف يعني. فالناس كلها مستنيه ان ابو سريع بس هو اللي يجيب نتيجه، وان النتيجه يبقى واحد ولا اتنين يعملوها هم ياخدوا النتيجه على الجاهز. ومحدش عايز يتعب نفسه ويتنازل حتى عن ان هو يعمل اي حاجه عشان خاطر الدنيا تتظبط. بس ده بالنسبه للاندرايف. طيب بالنسبه لدي بقى وخلاصه الشغل بالنسبه لي انا اخر شهرين، انا الفتره دي جربت كل التوقيتات. الاسعار زي ما انتم شايفين وانا بتكلم، انا فاتح التطبيق 25 كيلو ب 132 جنيه واتاخد المشوار اتاخد، وانا بتكلم معاكم قبل ما نشوف تفاصيل كمان اكتر اتاخد. طب الكيلو كده بكام؟ واللي بياخد ده ايه وبياخد بالسعر ده ليه؟ دول الناس اللي نزلوا جداد، اللي نزلوا بقالهم شهرين، بقالهم 3 شهور في الفترة الأخيرة، ما يعرفوش الأسعار القديمة كانت عاملة إزاي. اتورطوا واشتروا عربيات بالتقسيط، فشايفين هي دي الأسعار، فشايفين إن دي الأسعار الطبيعية فبياخدوا بالأسعار دي عادي. في ناس ما تعرفش، في ناس مركبة غاز وشايف إن هو كده بيوفر والدنيا حلوة معاه، إيه المشكلة لما بدل ما يقعد ياخد المشاوير دي. ولقيت تعليقات كتير بتجيلي بيقول لي لا ده انت بتشتغل غلط، ما تاخد المشاوير دي بدل ما تركن وبتاع، والوقت بفلوس والكلام ده. فانا معاك جدا ان الوقت بفلوس، وبرضو اهلاك العربيه والبنزين وحرقه الدم وحرقه الاعصاب بفلوس. فلا انا اقعد بكرامتي احسن. ما انا لو مضطر ممكن ساعتها ابقى خطيف او الله اعلم هعمل ايه، هبيع العربيه، لان انا ما اقبلش اشتغل بالاسعار دي. مستحيل واحد قديم فاهم شغال في الشغلانه بقاله اكتر من 3 4 سنين، كان بياخد الكيلو من سنتين اكتر من 4 5 جنيه، بياخده النهارده ب 3 جنيه و4 جنيه. وهو لما كان بياخده ب 5 جنيه من سنتين كان يعتبر سعر ممتاز، برده ما كانش بيسد على مصاريفه، يا دوب كان بيجي له دخل يعيشه كويس وما يعرفش يحوش. الشركه دي والشركات دي اتدمرت من 2022. من قبل 2022 كان اللي بيشتغل ممكن اقول لكم يعمل فلوس حلوه وبتاع، والدنيا كانت جميله وكان الشغل كتير. فانا بقالي شهرين ممكن مثلا انزل يومين في الاسبوع، انزل يوم، انزل اسبوع، انزل 10 ايام و10 ايام، لا انزل في كل التوقيتات وفي كل الايام عشان اجرب طبيعه الشغل عامله ازاي. يعني انزل الصبح الساعه 7 للساعه 12، بعد 12 الدنيا بتموت. بعد كده انزل مثلا يوم تاني من بعد المغرب لبالليل، تخطف لك مشوار حلو او مشوارين ده بالكتير قوي وبالعافيه، او تفضل شغال على المشاوير الصغيره في مدينه نصر ومصر الجديده ومش عارف ايه، وبرده بقت قليله. فانا مش فاهم الناس بتشتغل ازاي بالاسعار دي. فخلاصه الشغل دلوقتي عشان ما نحرقش كتير والناس ما تتعبش والناس ما تكتئبش، اللي معاه عربيه اوريدي تقدر تنزل بقى تشتغل الصبح على الوضع اللي موجود دلوقتي كده. انزل تشتغل من الساعه 6 الصبح لحد الساعه 12 واحده، لحد ما الدنيا تلاقيها ريحت معاك وبدات الاسعار تبقى منيله ب 60 نيله اللي هي من بعد الظهر. والصبح برده انت وحظك، بس هيبقى الموضوع حلو شويه. بعد كده روح ريح او اقعد في العربيه او اقعد على قهوه او اقعد اعمل اي حاجه، اقعد اقرا قران، اقعد اعمل اي حاجه لحد بعد المغرب كده، وابدا انزل اشتغل تاني، او تروح البيت تريح اعصابك وتفصل وبعد كده تنزل تشتغل تاني. دي كده خلاصه الشغل في النقل الذكي في ديدي واندرايف. بالنسبه لاوبر يعني والله في ناس نصحوني قالوا لي نزل اوبر هترتاح وبتاع والاسعار بتاعتها كويسه، واسمع ناس تانية كتير يقول لي ده الكيلو ب 5 جنيه وب 6 جنيه، والموضوع هو والموضوع محصل بعضه والشغل عليها بقى قليل. بس انا عايز راي الناس في التعليقات برضو، يعني اللي شغالين اوبر، وبنعمل مقارنه بينها وبين ديدي. طبعا ديدي كده كده معروف ان هو زنان ومشاويره كتير، بس 3/4 مشاوير اونطه، والمشوار ممكن يرن عليك بال 20 30 مره. فهل اوبر بقى نفس الوضع؟ وهل الاسعار بتاعته كويسه؟ هل البونص بتاعه كويس؟ هل هو مجزي بالنسبه لواحد هيشتغل تفاريح؟ لان انا كده خلاص انا في شغلانه النقل الذكي ده الزنان. تالت مره يجي الاوردر، وانا طبعا مش هروح انا عين شمس الشرقيه في تلت ساعه وهطلع منها في تلت ساعه زيها وادخل في شوارع منيله. انا من عين شمس وعارف بقى الشوارع، يعني بدخل جوه بحذر. فانا عايز اقول لك، هو ممكن العميل ده يفضل قاعد معايا مثلا نص ساعه ساعه، يعني لو زودت عليه 79 خليتها 80 مش هيوافق. خلاص هم في ناس اتعودت على كده.
لان اتعودوا ان في ناس بتقبل بالاسعار بتاعتهم دي. فانا بالنسبه لي خلاص سستنت نفسي على الوضع ده. الشغلانه دي ما تفتحش بيت في الوضع الحالي خالص، اخرها تفتح علبه تونه زي ما بقول قبل كده، علبه جبنه فيتا، فيا دوب تسد مصاريفك، تحط بنزين في العربيه، مفيش في جيبك فلوس، تعمل لك 100 200 جنيه وتروح لو مش عايز تحرق دمك. لو عايزها شغلانه اساسيه اقعد بقى في الشارع وقت طويل. لو انت قديم في الشغلانه هتقعد تقارن الشغل من سنه ومن سنتين بالاسعار اللي كنت بتاخدها والاسعار بتاعت دلوقتي، هيجي لك حاله نفسيه وهتكتئب وضغطك هيرتفع وهتخش في مود مش حلو. فلو هتعرف تفصل انزل بقى اشتغل. لو انت مضطر الله يعينك، لو انت شاري عربيه بالتقسيط الله يعينك. لو انت لسه بقى بتتفرج على الفيديو ده هتسمع كلام المعلم ابو نتانا اللي يقول لك تعالى اشتري من عندي عربيه بالتقسيط عشان تشتغل في النقل الذكي وتكسب مش عارف كام في اليوم. انزل اجر بنفسك عربيه واحكم، ما تخليش حد يكلمك، ما تسمعش مني. خد الفيديو ده مني كده وراجع ورايا، واسمع من اي حد وراجع ورايا، عود نفسك على كده. انزل اجر عربيه شهر وانزل جرب كل التوقيتات واشتغل فيها وشوف هل انت هتقدر تسد المصاريف. اذا كنت مأجر العربيه مثلا ورديه ولا مش عارف، هتدفع بقى 300 400 جنيه في اليوم، وهتحط لك بنزين ب 400 مثلا، او لو غاز هتحط لك ب 200. هتحط صيانه، هتغير زيت، هتغير فلتر، هتصرف لك 100 150 جنيه في اليوم مصاريفك. لو هتاكل وتشرب هتصفي كام بقى؟ وشوف بقى جسمك هيبقى عامل ايه اخر اليوم، والعربيه هيبقى حالتها عامله ازاي. هي اي نعم مش هتبقى عربيتك، هتبقى عربيه اللي انت مأجرها، بس قيس بقى الكلام ده على عربيتك ونوع عربيتك ايه وقطع غيارها ايه. فخلاص انا شايف كده الشغلانه دي على الوضع ده في حاجه مش مفهومه بالنسبه للاسعار. طبيعي الشغل اصلا في الشتاء بيكون مريح، بس ده انا بقالي دلوقتي داخل على حوالي 4 سنين في الشغل، اول مره الشغل يبقى مريح في المواسم وفي كل التوقيتات. يا ريت بقى اللي عنده خبره او القديم في الشغلانه يقول لنا هو سياسته ايه في الشغل وبيتعامل ازاي لما بيكون الشغل مريح بالوضع ده، وايه احسن تطبيق والاماكن اللي بتنزلوا فيها، يعني نفيد بعض. يعني كل واحد عنده خبره في حاجه معينه، عنده حاجه بيروحها، منطقه بيشتغل فيها، عنده سياسه شغل معينه، نفيد بعض فيها. يلا سلام.